اتحداك تلعب روم ضد التوب 1 بسلاح الاس كي اس. يلا نجرب. وانا اقول كلمتنا كالعاده، الليله حتحدى التوب 1 بسلاح الاس كي اس من بعد ما تحديت التوب 1 بسلاح الاي ان، وطبعا النتيجه كانت لصالحي انا. اغلب الناس كتبوا لي انه اتحدى التوب 1 بسلاح الاس كي اس، وانا قبلت التحدي والليله حنلعب روم ضد التوب 1 بسلاح الاس كي اس. دخلت على قائمه الاوائل بالاسلحه واخترت سلاح الاس كي اس، وطلع معي اللاعب ده اسمه عزوز. ده عزوز في برد ولا شنو؟ عايب له لابس شنو؟ لابس له سترة ولا ده دب قطبي ولا ده شنو ده؟ لكن والله شكله من اللعيبه البرازيليين اللي بيحبوا يلبسوا لبس كتير فوق بعض وهنا يكونوا لعابين يعني. فالصراحه عزوز ده انا من البدايه من قبل ما اتحداه وانا متوتر منه، عندي عن التوتر كده من عزوز ده، ما عارف ليه. من اول ما شفت اللاعب ده توترت كده، لانه ظاهر من اللعيبه البرازيليين وكده. فما حرك، تعالوا نفحصه من جوا نشوفه قاعد يلعب شنو اكتر حاجه. يا سلام. ولما فحصنا عزوز لقينا راكب 192 نجمه في كلاسيكوات المصنف. وطبعا مود كلاسيكوات ده من اقوى يعني من اقوى التصنيفات ومن اقوى الخرائط. خريطة كلاسيكوات يعني صعبة، لأنه الفايت فيها بيكون من قريب. يا سلام، والله اللاعب ده شكله من قريب صعب، شكله من قريب صعب يخوف حيكون. بعد ما تحديته يعني أنا اللاعب ده والله من البداية أنا قلت لكم متوتر منه. يا أخي أنا اللي قال لي يتحدشنا. هنا انا نسخت الاي دي بتاعه ومشيت وديته لقائمه طلبات الصداقه، ومشيت ارسلت له طلب صداقه. اللاعب كمان اونلاين. يا سلام، ان شاء الله يقبل طلب الصداقه في نفس الوقت عشان نلعب الروم في نفس الوقت. واخيرا عزوز قبل طلب الصداقه، وتعالوا نعمل الروم هسه بدون نقاش بدون اي حاجه. يلا ليتس جو.